السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو نهار اليوم أو وصفتنا لنهار اليوم. قبل أن أبدأ أود سماع هذه القرمشة. والله عجين جد رائع وفي نفس الوقت طري ومن الخارج يعني توجد نوعا ما قرمشة جد رائعة. أسمعتكم صوت هذه القرمشة لكي تكون مصداقية في الفيديو، فانظروا جيدا إلى هذا العجين. والله سهلة الوصفة وبسيطة لوصفة يعني البعض يقولون يعني المعارك أو المسمن أو كلا على حسب ولاية. فانظروا فعلا وصفة تستاهل التجربة. أكيد لا تنسوا دعمي بالاشتراك واللايك. فمباشرة على المقادير. فإذا يوجد عندي يعني بالفعل يعني طحين أو يعني فعلا طحين، كنت يعني غربلته في هذا الإناء. فكأس من الطحين المغربل، وهذا ثاني كأس. نصف ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، ملح، ملعقة كذلك ملعقة كبيرة من السكر العادي الخشن. إذا يوجد عندي هنا فعلا ماء يعني نوعا ما سخن. فأجمع جميع هذا الخليط أو هذا العجين. فصدقوني يا بنات والله يعني تستحق هذه الوصفة التجربة. ففعلا سهلة بسيطة. فأنا وضعت هنا كمية قليلة، فضاعفوا الحجم أو ضاعفوا الكمية إذا كنتم تريدون يعني أكثر من هذا. يعني هنا وضعت كمية قليلة فقط، فتحصلت على أربع كريات فقط. إذن أدلك العجين ثم أقسم هذا العجين إلى 8 كريات، لأني سوف أضع كل كرة على يعني بداخل كرة، فتعطيك 4 كريات من أصل 8. فأترك هذا العجين يعني يرتاح بعد وضع الزيت على السطح، ثم أتركه يرتاح يعني نصف ساعة. فنصيحتي لهذه المخبوزات عفوا أن تكون يعني تعطيها الراحة الكافية. إذا يوجد عندي هنا بالفعل دقيق رطب أو سميد رطب 2 ملعقتين. فأنا أكرر يعني 2 ملعقتين كبيرتان من عفوا ليس الطحين، الدقيق أو السميد الرقيق. إذا نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، فأما هنا 4 معالق من الزبدة. فانظروا أنا دائما عودتكم على الوصفات السهلة البسيطة، حتى الأواني الموجودة في المطبخ عادي جدا. فأنا بسيطة جدا جدا. إذا يعني أبسط كل كرة على حدة. فواضح
واضحة الصورة. ثم أضع كمية قليلة من الخليط، يعني ملعقتان من السميد الدقيق الرطب، زائد ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، و4 ملاعق من الزبدة. والله عجين جد رائع ويستاهل التجربة. فأنا دائما أضع الوصفات السهلة الاقتصادية، فأكيد أكيد أكيد أستاهل أنكم تدعمونني بالاشتراك واللايك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، أو حتى تعليق. فأنا أسعد كثيرا 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 بتعليقاتكم المحفزة الجد رائعة. فأكيد ادعموني حتى ولو لايك. فأنا للبعض منكم يرى هذا الشيء بسيط، وأنا بالفعل حتى أنك تعمل لي لايك والله أفرح وأسعد بذلك. فهذه الكرة الثانية كذلك بسطتها، ثم أتيت بالكرة الأولى، فأدخلت الكرة الأولى على الكرة الثانية. سأعيد لكم يعني كرة أخرى للتوضيح أكثر. إذن أبسط الكرة الأولى، أضع الحشو، ثم أضعه على شكل مربع، ثم أبسط عجينة أخرى أو كرة أخرى على شكل دائرة، أضع كذلك الحشو وأضع المربع الأول. واضح جدا. إذن أضعهم أو أتركهم مرة ثانية، يعني ترتاح العجينة للمرة الثانية 15 دقيقة أقل شيء. فهنا والله بالفعل لم أتركها ترتاح الوقت الكافي لكي تروا النتيجة الحقيقية وبكل مصداقية. فأترك العجين يرتاح، فوالله يعني تعطيك نتيجة جد رائعة. فبعد ما تركت العجين ثم أبسطه وأضعه يستوي، فمن الأحسن أضيف زيت العادي. يعني كل شيء موضح في الصورة، وأنا عودتكم دائما يعني في فيديوهاتي أني أقرب الصورة جيدا إلى الكاميرا لكي تكون المصداقية فعلا في فيديوهاتي أو في وصفاتي وطبخاتي أو في كل شيء. فأكيد أكيد 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 لا تنسوا دعمي بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وحتى تعليق ولو بتعليق حلو، يعني حفزوني لكي أجتهد كذلك في وضع الوصفات السهلة والاقتصادية. إذا فيديو نهار اليوم جد بسيط وسهل.